ابراهيم شيكا ما ماتش من سرطان المستقبل والقولون، مات عشان كان تجارة الاعضاء، وانت كنت وسيطة وسمسارة اعضاء ومعرفة يا وفاء عامر. ومراته هي اللي حرضته يتبرع بكليته وفصل من الكبد عشان يحسن مستواه المعيشي. جميل. وخليته بقى يدخل يعمل اعلانات وهو مريض بعد ما جاله انهيار في جسمه كامل من الادويه اللي كان بياخدها، ويتاخر شفائه عشان ما يتكلمش، وتاخر شفائه في ايه؟ وتاخر شفائه. وبعدين قلت له ان هو دخل في مرحله السرطان، وهو ما كانش عنده سرطان، وابتديتوا تدوا له الكيماوي نتيجه العمليه ومش العمليه، وقعدتي تعملي الافلام والعشق الممنوع وتحضنيه ومش عارفه ايه والكلام ده. هتيجوا عندي ستوب خط احمر. عشان كده انت قاعده تعيطي وتلطمي ومش عارفه ايه. سيبك بقى من خناقه النسوان اللي انتوا ماسكين فيها وفاكرين ان هم تبعي وان انا مسلطاهم. انا ما سلطتش حد عليكم، بس انا بقى حبيت بقى ايه، اني انا اعرفك. انا لو عايزه ارد هطلع ارد يا وفاء عامر. على الاقل انا مش سمساره اعضاء، على الاقل انا مش طماع زي مراته. صحيح يا هبه، مش انت عندك 29 وهو عنده 24 اما اتجوزك؟ ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمالك. ما علينا نسيبكم السن ده والكلام اللي دلوقتي. اسم هيتجاب او تلميح من تحت لتحت، هفتح بقى في الكل. غير موضوع بقى ريان اللي تبع التشكيل بتاعكم، والاتجار بالبشر، والشبكة الشبكة اياها اللي اتظبطت في السعودية وترحل وهرب وجه على مصر، وعلاقة شبكات الأطفال وياها والدارك ويب وبيع الأعضاء ومش عارفة ايه. ده انتوا دخلتوا في بلا أزرق. انت بقى مرعوبة وقاعدة بتعيطي على الكلام اللي قلته وانت متابعة كويس.